جوزي نايم في الأوضة التانية وأنا في حضن صاحبه. إزاي وصلت للوضع ده؟ وإزاي بخونه دلوقتي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في القصة النهاردة. أنا عندي 35 سنة، اتجوزت وأنا عندي 24 سنة بعد خطوبة قعدت حوالي سنة كاملة. جوزي حسن كان شاب عادي، ملهوش في التدخين ولا حتى ليه في قعدة القهاوي، وكان شغال موظف في شركة خاصة ودخله الحمد لله كويس ومستقل، وأهله ناس محترمين جدا. وجوازتي كانت عادي جدا، ما كانش فيه أي قصة حب، لأن كانت معرفتي بيه كانت عن طريق بابا، وهو يبقى قبل صاحب بابا في الشغل. كان مجرد جواز عادي. قلت وقتها أهي جوازة والسلام، خصوصا إن اللي كنت بحبه يعني للأسف بابا رفضه. وأهلي كانوا شايفين يعني إن حسن ده عريس لقطة، شاب محترم وعنده وظيفة كويسة وابن ناس ومتدين، وكان بيظهر قدامهم الراجل اللي أي بنت بتتمناه. وخصوصا إنه كان دايما يعني في فترة الخطوبة لما كان بيجي يزورنا كان بيجيب لينا حاجات كتير، وكان باين عليه الكرم جدا. وبصراحة كنت متربية على فكرة إن الراجل أهم حاجة فيه يكون كريم ومحترم وبيخاف ربنا، وإن الحب ده هيجي بعد الجواز، وإن الست الشاطرة هي اللي تقدر تكسب قلب جوزها مع الوقت. حسن بطبعه كان هادي جدا، يعني مش من النوع الرومانسي اللي يعرف يقول كلام حلو ولا حتى يكتب ليا رسالة حب. بس كنت فاكرة إن دي كلها يعني حاجات بسيطة، وإني أنا هعرف أتعايش معاه. كنت دايما بقول لنفسي إن الحب مش كلام، الحب أفعال، وإن هو راجل محترم وهيبقى راجل البيت، وده اللي يهمني. وبالفعل اتجوزنا وسبت بيت أهلي وبدأت حياتي الجديدة في شقة صغيرة. وفي فترة الجواز الأولى كانت هادية جدا، يمكن إن دي أكتر فترة هادية ما فيهاش أي لحظات رومانسية. وبصراحة كنت متضايقة جدا من الوضع ده. ومع الوقت بدأت أحس إن في حاجة ناقصة. الحياة ماشية زي ما هي، والأيام بتعدي بنفس الروتين، نفس الإهمال ونفس الوحدة اللي أنا كنت حساها وأنا عايشة أنا وحسن تحت سقف واحد. كنت خلاص بقى استسلمت للأمر الواقع، وقلت لنفسي إن هو ده خلاص نصيبي وكده، ولازم إن أنا أرضى بيه. لحد لما حصلت المصيبة الكبيرة. كان يوم التلات. أنا فاكرة اليوم ده كويس قوي، لأنه كان أصعب يوم مر عليا في حياتي. وحسن كان راجع من الشغل زي كل يوم، بس المرة دي مرجعش اتأخر عن الميعاد، والموبايل بتاعه اتصلت بيه اداني مقفول. حاولت أتصل بيه كتير قوي لكن للأسف مفيش فايدة، التليفون فضل مقفول زي ما هو. وبدأت إن أنا أقلق عليه، وأنا أصلا يعني مش متعودة إن أنا أقلق عليه خالص.